السلام عليكم. اليوم تنقدم لكم غراتان ديال البطاطا. كتجي خطيره هاد البطاطا مع اضافه واحد المكون كيعطيها واحد البنه وواحد اللذه رائعه جدا. هاد البطاطا ممكن ديروها كطبق جانبي او كطبق رئيسي، علاش لا، في العشاء. هكا بحال عشاء خفيف. كتجي معلكه وبنينه وسهله واقتصاديه. ولكن قبل ما نبداو الفيديو، الا كنتو اول مره كتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه ديالي، جيم وبارطاج. بسم الله نبدا الفيديو. اول حاجه كنبدا بالبطاطا، تنقطعها شرائح مرقيقه مغليظه. كيف ما غادي نوريكم. على هذا الشكل، وكندوز كنسلقها. دائما ملي نبغيو نسلق البطاطا نديرها في الماء بارد وشويه ديال الملحه، نخليها تسلق. ما نسلقهاش بزاف حتى تولي تفرتت، نخليها هكاك صحيحه. مهم غير الطيب. المكون اللي قلت لكم كيجي فيها واحد البنه رائعه هي هذا البصل، كيجي فيها خطير بزاف. كنشد هنا بصله كنقطعها هكا جوليان او شرائح كيف ما كتشوفوا، يكونوا رقاق باش دغيا طيح ليا وتحمر معايا. وكنحلها كيف ما شفتوا في مقلاة. كندير واحد المعلقه صغيره ديال زيت نباتيه ومعلقه ديال الزبده. كنحركهم مزيان حتى كيذوبوا معايا، وكنضيف هذيك البصل. هنا ملي كنضيف البصل ما كندير لا ملحه لا بزار لا حتى شي حاجه. حيت الا درت الملحه هذيك البصله كتبدا كتخرج هذاك الماء ديالها، وانا ما غارديش بهذاك الماء ديال البصله يخرج منها، بغيتو يبقى فيها لداخل. حيت البصله بغيت نحمرها مزيان، كنضغط عليها هكا باش كنفرقها على بعضياتها، وكنحمرها واحد شويه بحال غادي نقليها، بحال غنقلي البصله اللي كنطيبو مع اللحم. كنقليها مزيان حتى كتقلى، كيبدا كيدخل معها الطياب. عاد كندير شويه ديال الفلفل الاسود او البزار وشويه ديال الملح حسب الذوق دائما. كنبقى كنقلي فيها حتى كيتغير اللون ديالها، كيولي على هذا الشكل وكتولي ذهبيه، وكتبدا كتطلق هذيك الحلاوه ديالها. البصله كتجي حلوه باش ملي كنديرها في الكغاتان كتجي فيها واحد البنه جد رائعه، كتجي بنينه بزاف في الكغاتان بهذه الطريقه. كتجينا على هذا الشكل. الشكل ديالها رائع ومشهي. هنا راني كنت طفت الفلفل الاسود كيف ما كيبان لكم، غير هذيك اللقطه ما عرفتش فين مشات ليا. كندوز باش كنحضر البيشاميل. كندير معلقه كبيره ديال الزبده، كندوبها مزيان، وكنضيف ليها واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق يكون نوعيه جيده. كنحركو مزيان الدقيق والزبده. هذاك الدقيق خاصه يطيب لينا باش ما يضرناش، وباش ينجح معنا البيشاميل ويجينا البيشاميل بنين. كنبقى كنحرك مره في هذاك الدقيق حتى كيتغير اللون ديالو، كيولي اللون ديالو ذهبي. كنضيف له شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل اسود ابيض، عفوا فلفل ابيض، وجوز الطيب او الكوزه. كنحك فيه واحد الكميه لا باس بها من الكوزه، لان الكوزه هي السر ديال اللذه ديال البيشاميل كيف ما معروف. كتجي بنينه بالكوزه. وكنبقى كنحرك حتى كيولي هذاك الدقيق، كنحس بالدقيق طاب. من بعد كنبدا كنضيف واحد نصف لتر حليب تدريجيا. هاد البيشاميل ما كيجيناش عاقد، خاص يجينا جاري. لان البطاطا فيها كميه ديال النشا عاليه وكتشرب. غادي تشربوا لينا، ويلاه كيجينا القوام ديالو هو هذاك. ملي كندخلوه الفران وكنخرجوه كيجينا القوام ديالو هو هذاك. كنستعن بواحد الطراب هكا، لان احسن من هذيك السباتشول ديال العود، باش كيتحلي مزيان هذاك الدقيق. ما نوقفوش التحريك، نبقاو كنحركو كل ساعه، كنحركو باش ما يجيوش معنا حتى شي تكتلات في الخليط. كيجينا خليط سائل على هذا الشكل كيف ما كنوريكم. صافي، وكنطفي عليه وكندوز باش كنوضعهم في الاناء اللي غادي ندخلو فيهم الفرن. كنبدا اولا بالطبقه الاولى ديال البيشاميل، كنفرشها وكندير طبقه ديال البطاطا، وكندير فوق من هذيك طبقه البطاطا كندير واحد الطبقه ديال البصله هكا، كنفرش شويه ديال البصله وكنستمر. وكندير عندي هنايا 4 حبات من الجبن مثلث. كل طبقه كندير فيها جوج من المثلثات الجبن.
كيجي زوين بزاف هذا الجبن، كيجي بنين فيها بزاف. وكنعاود كندير طبقه اخرى، كنغطيه بشويه ديال البيشاميل وكنعاود كندير واحد الطبقه اخرى، وكنستمر على هاد الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله اللي معايا طبقه طبقه طبقه. والجبن المبشور انا هنايا خلطت شويه ديال الشيدر وشويه ديال الموتزاريلا، كنخليهم حتى الاخر حتى كتبقى لي الطبقه الاخرى. هنا كندير هاد الطبقه الثانيه وكندير شويه ديال البيشاميل وكنعاود كندير هذيك الطبقه الاخرى، هي اللي كتكون الواجهه ديال الطبق ديالي. هي هذه خليت هذوك البطاطات اللي تيكونوا صحاحات وزوينات خليتهم هما للفوق باش يجيوني هكا في الواجهه صافي. وكندير هذاك الكميه اللي بقات ليا من البيشاميل وكنغطيه بالجبن، كندخلو الفران. لان هنا كلشي معايا طيب، غادي نذوب غير هذاك الجبن ونخلي ديك البطاطات تشرب ليا هذاك البيشاميل باش تجيني بنينه. دخلته غير واحد 20 دقيقه ما كاملاش وخرجته. هنا من بعد ما طاب الكغاطا ديالي دازت عليه 20 دقيقه بالضبط، كنخرجو وكنقدمو. يمكن لك تقدميه مع صدر ديال الدجاج هكا مرافق، او مع كفيته ولا فيلي ديال الحوت. كل مره كنقدمو انا مع حاجه وكيجي معاها زوين. كيكون طبق مرافق، كيجي جد رائع وبنين بزاف. الحلقه ديالنا ديال اليوم سالات. اللي عجبتكم قناتي ومحتواها ما تنسوش تشتركوا فيها باش العائله ديالنا تكبر. جيم وبارطاج. سلامه.